ها عملتوه ولا لسه؟ طبعا منتشر ومغرق الأسواق كلها. يلا بينا مع بعض نعمل حبة ليفت، إنما ايه جامدين. انزلي كده على أقرب سوق ليكي وهاتيلك قد ايه 5 6 كيلو ليفت. ما تقلقيش الكمية هتقل كتير. هتجيبي الليفت يكون حجمه متوسط، بلاش الكبير قوي وبلاش الصغير قوي. هتبدأي ان انتي تنضفيه كده من بره لو في طينة او اتربة او حتت كده شكلها مش لطيف، وتجيبي اللفتاية اللي تكون يعني لونها في وردي كده او بنفسجي وابيض. ما تروحيش تجيبي البيضة خالص او البنفسجي خالص، هاتيها اللي هي في تدريجة الالوان دي، بتبقى احلى وبتستوي بسرعة. وحاولي الاحجام تبقى قريبة من بعض عشان خاطر لما تقطعي وتسوي يستوي ياخد وقت كله زي بعضه. هتبتدي ان انتي تقطعيه التقطيعه اللي تريحك. انا بحب اعمله كبير كده زي ماما. في ناس بتحب تعمله صوابع، عادي براحتك جدا. التقطيع ده حاجه انت حره فيها. تغسليه الاول وبعد كده تقومي مقطعه عشان خاطر الطينه اللي فيه بتبقى كتيره قوي. هتبتدي بقى تقطعي كده بقى التقطيعه اللي تريحك. طبق بقى يكون كبير، وهعيد عليه شطيف تاني لاني برضو لاحظت ان انا ايه، بعد ما انا ما كنت بقطعه كان فيه برضو حتت مش نظيفه قوي، فغسلته تاني غسله كده كويسه. هجيب كيس ملح اللي هو بجنيه دوت، وهحط تقريبا نص الكيس. دول كانوا كمية 6 كيلو. انا بحب احط كمان من السقان الخضرا دي معاه، بتبقى حلوة قوي. هحط كمان رشة شطة كبيرة، وهقلب اللفت فيهم وهسيبهم حوالي 4 ساعات، من 4 ساعات ل6 ساعات. ينزل بقى كل المية اللي فيه. اثناء بقى ما هما بيتعمل هنجهز ايه، البنجر. في ناس بتحب تعمله احمر زي كده، وفي ناس بتحبه ابيض عادي، بس انا بحب اعمله احمر. هنجيب بقى البنجر برضو الموسم بتاعه جميل جدا في السوق. هننضفه ونقطعه قطع كبيرة كده، وبعد كده ننزل عليه بمية مغلية عشان خاطر تصبغ اللون بتاعه واللون كله يطلع في المية. خلاص. هنا بقى بعد 4 ساعات تقريبا، بصوا اللفت نزل كل المية ديت، وتقريبا حجمه قلل الربع تقريبا. هنبتدي بقى ان احنا نعمل ايه بقى، طبقات كده في قلب البرطمان تكوني عندك ازاز بلاستيك، بس اهم حاجة يكون متعقم كويس ونظيف. هتبدأي بقى تعملي طبقات كده، وبعد كده ايه، تحطي بقى ايه البنجر كده في الاخر عشان خاطر ايه يصبغ اللون كله. المية بتاعتك انا استخدمت على البرطمان ده كله ال6 كيلو خدوا تقريبا 2 لتر ونص مية، وحطيت معاهم باقي الكيس بتاع الملح يعني ربعه تقريبا. يعني كل اللي انا استخدمته على كمية ال6 كيلو لفت كيس الا ربع ملح، ملح عادي من بتاع الاكل العادي اللي احنا بنستخدمه. وحطيت كمان معاهم معلقة شطة كبيرة. هبتدي بقى ان انا اهوت انزل بقى الميه عليه اللي انا عاملاها بالملح. طبعا انا شطفته من الميه اللي انا كنت من الملح اللي انا كنت نقعاه فيه في الاول. هبتدي بقى اهوت ان انا انزل عليه الميه لحد ايه، الاخر خالص. بصوا لازم كده ايه اتاكد ان كله ايه لتحت. طبعا ايدك نظيفه وكل حاجه نظيفه عشان خاطر ايه ما يعملش عفونه او اي حاجه. اللفت ده 3 ايام بالظبط وتاكلي منه وبيبقى جاهز وزي العسل. طبعا بقى لو متابعة معانا الوصفة ومتابعانا على اليوتيوب او الفيسبوك، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك. سلام.